بأمراض جسدية. الدكتور مجدي يعقوب قال ممكن تضعف عضلة القلب. دكاترة عيون قالوا ممكن العصب البصري يحدث فيه تليف بسبب الحزن الشديد، الضغينة لما تمتلك قلب الإنسان. ناس تاني قالوا ممكن يتسبب في أمراض نفسية، بل واحد قال بيفقدنا اللي هي مشاعر المرارة، كل لحظات المتعة والسعادة. واحد من كبار رجال الأعمال قال لي بالحرف، قال لي ببقى في أفخم الفنادق وقدامي أشهى المأكولات، لكن ولا باخد بالي ولا استطعم ولا لقمة. ليه يا عم؟ قال قاعد أمال آكل لكن مخي في اللي أذاني، مخي في اللي افترى عليا. لما كنت بدرس موضوع مشاعر المرارة لقيت حاجة من الحاجات الجميلة، إن الفعل يغفر في اللغة اليونانية لما المسيح يأمرنا ويقول اغفروا، الفعل يغفر جاي من مصدر بمعنى يفك أو يطلق. وقلت لنفسي إيه العلاقة بين الغفران وبين يفك أو يطلق؟ لقيت